السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ANG فوت. اليوم نتحدث عن الإقصاء المر إن صح التعبير للأندية الجزائرية المشاركة في المنافسات الإفريقية على غرار رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف. لماذا سميت هذا الإقصاء بالإقصاء المر؟ لأن أولا خرج المنافس الوحيد والممثل الوحيد للكرة الجزائرية في رابطة أبطال إفريقيا مولودية الجزائر، وخرج ممثل آخر للأسف في نفس اليوم. ومن غرائب الصدف أن الغارمين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة خرجوا في نفس اليوم من هذا من المنافسات الإفريقية. اتحاد العاصمة لماذا هو إقصاء مر أيضا؟ لأنه تواجه ضد نادي جزائري آخر. كنا نتمنى أن لا يلتقي هذين الفريقين في هذا الدور، وكنا نتمنى أن يتأهلا معا إلى الدور النصف النهائي، ولكن شاءت الأقدار والقرعة أن وضعت الفريقين مع بعضهم البعض. طبعا نبدأ بما حدث في مباراة مولودية الجزائر، طبعا قبل وأثناء وبعد المباراة. قبل المباراة شهدت والجميع شاهد غزو حقيقي لأنصار مولودية الجزائر إلى دولة جنوب إفريقيا لمساندة الفريق عن قرب، وصنعوا أجواء مميزة سواء في تدريبات الفريق في جنوب افريقيا هنالك قبل المباراة، وصنعوا اجواء مميزة ايضا داخل الملعب اثناء المباراة، وكانوا السند الحقيقي للفريق. طبعا تنقلوا بقيادة الطرس المنعرج الجنوبي. طبعا كانت حاضرة الطرس القراصنة الخاصة بالمولودية وإنطرس حب وعقلية، وغابت إنطرس 12 بلاير عن المباراة لظروف خاصة تتعلق بالإنطرس. طبعا المولودية لعبت بشكل جيد. مباراة الذهاب كان قد خسر فيها مولودية الجزائر بهدف مقابل صفر في ملعب 5 جويلية. لم نقل خسر، وإنما فريق أورلاندو عرف كيف يخطف الفوز من فريق مولودية الجزائر للأسف الشديد. المولودية كنا واثقين أن المولودية على الأقل سوف تقدم مباراة كبيرة حتى وإن لم تتأهل، وهذا الذي حدث. مولودية الجزائر خلال 90 دقيقة في جنوب إفريقيا سيطرت بالطول والعرض على المباراة. تخيل أن فريق أورلاندو أمام جماهيره ربما لم يقم بأكثر من محاولة واحدة في المباراة، حيث اللهم كانت له تسديدة واحدة من بعيد في الشوط الأول هدد بها مرمى الحارس مساوي، وإنما بقية أطوال المباراة شهدت سيطرة بالطول والعرض كما قلنا لفريق مولودية الجزائر. أين تغلب بن يحيى تكتيكيا على المدرب الإسباني بالرغم من عدم التوفيق والتسجيل. المباراة شهدت تمريرات قصيرة للمولودية، وهي الطريقة التي بات يلعب بها فريق مولودية الجزائر صراحة. تيكي تاكا في الميدان، تبادل كرات وانتقال الكرات من الدفاع إلى الوسط ومن الوسط إلى الهجوم. ولكن نقولها صراحة، مشكلة المولودية في المباراة الأخيرة وليس في مباراة اليوم فقط هي النجاعة الهجومية ومشكل التسجيل. طبعا في المنافسات الإفريقية إذا لم تتمكن من اقتناص بعض الفرص التي تتاح لك خلال المباراة، فالأمر سوف يكون صعب جدا، لأن منافسات من هذا النوع تحسم على جزئيات صغيرة مثلا مخالفات ركنيات وغيرها. ولذلك شاهدنا اللاعب بانغورا تقريبا لم يلعب كقلب هجوم، أضحى يرجع إلى وسط الميدان ويلعب كلاعب رقم 10 ويحاول اختلاق وخلق الفرص بنفسه، لأن الكرة لم تكن تصل إليه. وهذا المهاجم يحتاج إلى فريق لديه أجنحة مميزة حتى كما نقال حتى هو يدير الفينيش ويضع الكرة في الشباك. إضافة إلى أن المولودية لعبت بتخوف خصوصا في الأظهرة، حيث أن حليمية وخليف لم يشاركوا كثيرا في الهجوم. على العموم المباراة شاهدها الجميع. المولودية قدمت أداء مميز وأداء ممتاز، ولكن الحظ لم يكن مع فريق مولودية الجزائر في التسجيل، خصوصا في العشر دقائق الأخيرة، أين ضيعت المولودية حوالي فرصتين، واحدة بالرأس وواحدة للضراوي أين سقط وكان يبحث عن ضربة جزاء، وكان بإمكانه المواصلة دون البحث عن ركلة الجزاء. ولكن كما قلنا المولودية قدمت وجه مشرف للكرة الجزائرية وخرجت مرفوعة الرأس. الحظ لم يكن مع فريق مولودية، ولكن هذه المشاركة ستكون كفيلة
اكتساب اللاعبين للخبرة والعودة مجددا إن شاء الله الموسم المقبل بأكثر قوة. المباراة شهدت للأسف حين نهاية المباراة بعض الاشتباكات بين أنصار مولودية الجزائر والأمن، أمن الملعب في جنوب إفريقيا والشرطة، شرطة جنوب إفريقيا، حيث وقعت اشتباكات وتعرض أنصار مولودية الجزائر لبعض المضايقات، ولكن الحمد لله لم تكن هنالك إصابات خطيرة. وحتى في أرضية الميدان اشتبك اللاعبين، وشهدت للأسف نقطة، هذه نقطة يجب أن تطرح على مسؤولي الكاف على مسؤولي الكاف. لماذا الجمهور فريق أورلاندو اقتحم أرضية الميدان، وما هي العقوبات التي ستطال هذا الفريق، لأن ذلك شكل خطر على اللاعبين، واللاعبين شاهدناهم اشتبكوا حتى مع الأنصار. طبعا الآن نترك مباراة مولودية الجزائر ونتوجه إلى الحديث عن مباراة اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة، إن صح القول مباراة كلاسيكو جزائري 100% في مباراة كأس الكاف، أين شهدت تغلب صراحة باكيتا مدرب شباب قسنطينة على المدرب مضوي، تغلب تكتيكيا على باكيتا، حيث تمكن شباب قسنطينة بأداء أقل من اتحاد العاصمة من التأهل، وبالتأهل بضربات الجزاء. طبعا اتحاد العاصمة كان هو المبادر في الهجوم، وتمكن من تسجيل هدف من خلال ضربة جزاء، ولكن فريق شباب قسنطينة تمكن من التعديل برأسية محكمة، ومن ثم شاهدنا الولوج إلى ركلات الجزاء وتأهل فريق شباب قسنطينة، الذي كان أعتبره تأهل مستحق بالنظر إلى الطريقة المنظمة والتي لعب بها لاعبي فريق شباب قسنطينة، حيث كانوا أكثر تركيز من لاعبي اتحاد العاصمة الذين أهدروا الكثير من الفرص. وكما قلنا في مباراة المولودية نفس الشيء تنطبق على مباراة اتحاد العاصمة، عندما تضيع فرص كثيرة الفريق الخصم سوف يكسب ثقة أكبر وستكون مهدد بالإقصاء، وهذا الذي حدث. طبعا عندما تضيع قد تستقبل أهداف، وإن لم تستقبل أهداف ستكون النتيجة لا تخدمك النتيجة، وبالتالي فريق شباب قسنطينة توجه إلى ضربات الجزاء وحقق المهم والأهم وتأهل بهدف مقابل صفر. طبعا هذه المباراة اتحاد العاصمة نقول له حظ موفر، لأنه فريق جزائري، وشباب قسنطينة نقول له إن شاء الله سوف تتمكن من العبور للنهائي، لما لا. وعلى الأغلب شباب قسنطينة أعتقد أنه يملك الإمكانيات للتواجد في النهائي ويعرف كيف يفوز بالمباريات. طبعا مباراة شباب قسنطينة واتحاد العاصمة أيضا شهدت للأسف والأسف الشديد شهدت أحداث مؤسفة بتكسير سيارات شباب قسنطينة في أمام ملعب 5 جويلية. وطبعا هذه الأمور تحدث في كل أنحاء العالم، لأن ذلك طبعا يوجد مخربين في الملاعب وأنصار لا علاقة لهم بالروح الرياضية، هم من قاموا بذلك ولا يمثلون أنصار اتحاد العاصمة، وإلا شاهدنا كيف تنقل أنصار